عشان تعمل فورمه صح يبقى لازم تتمرن بالعقل. 3 اخطاء ممكن تكون بتعملهم بتضيع بيهم مجهودك. اول حاجه معانا ان العضله ما بتبصش على الرقم اللي على الوزن اللي انت شايله، يعني ما تفضلش تشيل وزن تقيل وتاذي بيه نفسك او تبقى محمل على المفاصل مش محمل اصلا على العضله، فانت كده ممكن تاذي نفسك ويجيلك اصابه ما تمرنش تاني. تاني حاجة معانا الناس اللي بتيجي تاخد تمرينة وتقعد ربع ساعة تلعب في التليفون وتاخد تمرينة وتقعد ربع ساعة، انت كده مش هتستفاد اي حاجة غير اللي انت بتضيع وقتك. تالت حاجة ودي اهم حاجة طبعا، الناس اللي بتغير الجدول كل اسبوع، كل اسبوع يلعب تشكيلة غير التشكيلة الاسبوع اللي قبليه، فما ينفعش. العضلة محتاجة اللي انت تستمر على الجدول بتاعك عشان تعرف تطور نفسك فيه. العضله مش عايزه كل اسبوع غير التشكيله، على الاقل خالص كل شهر او شهر ونص، مش اقل من كده، بحيث ان انت تاخد اعلى فايده من التمرين اللي انت بتتمرنه، من النظام اللي انت ماشي عليه او الجدول بتاعك، تاخد اعلى فايده منه، وبعد كده تغير الجدول بتاعك تشوف ايه الضعيف عندك وبعد كده تركز عليه. لو عجبك الفيديو قول لنا ايه رايك في التعليقات.